بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسمية من يحضر على الأمس قلت لكم مراجعة صح؟ ما تراجعوا صح؟ نعم. لماذا ما تراجع؟ نأتي بالعصا نضرب. ماذا أسأل؟ نضرب. نأتي بالعصا. تريد العصا؟ نعم أو لا؟ نعم رفقي، تريد العصا؟ نعم يزيد. عبيد الله، فايز، درس. تريد العصا سلمان؟ من؟ عبد الغني، عبد الله، صح. أين سلمان؟ تريد العصا؟ نعم أو لا؟ فهمت معنى العصا. إذن لابد مراجعة أحاديث. تمام. لابد اليوم اليوم 5 بالليل جمعة، غدا ما في درس، يعني محاضرة 6 7، يعني يوم الأحد إن شاء الله آخر درس يوم الأحد، لكن تسميع يريد. تمام. تسمعوا الأحاديث الصغيرة. معكم كم أحاديث؟ الآن وصلنا إلى الحديث 17 وكم؟ 17. الحديث 17 لابد أن تسمعوا الحديث الثاني واحد. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الثالث، الحديث الثاني تحفظوه، الذي تحفظوه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. جاء من حديث أبي هريرة. إذن 2. الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. يعني هذه الأحاديث الصغيرة، والذي يحفظ الأحاديث الكبيرة طيب، الكبار إن شاء الله يحفظ الأحاديث الكبيرة. حديث أبي هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. كل أحاديث متفق عليها. الحديث الرابع، إذن 4 أحاديث. الحديث الخامس حديث عبد الله بن عمر. حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث الخامس صح؟ الحديث السادس حديث نعيم المجمل. الحديث السادس حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين
من آثار الوضوء، قرة محجرين من آثار الوضوء. الحديث السابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا حديث أبي أيوب الأنصاري حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. طيب إن شاء الله هذه الأحاديث لابد أن تحفظوها، لابد أن تحفظوها، ومن لم يحفظها نضربه بالعصا. صح؟ تريده بالعصا، ضرب بالعصا، ما لكم؟ أنس بيت الله يوسف أنا رزقي رجع. طيب إن شاء الله إن شاء الله يوم الأحد هذه الأحاديث الذي قد حفظتوها بقي معكم أحاديث قليلة إن شاء الله تسمعونها، وإلا يعني نصف ثم اليوم الثاني نصف. المهم أنها تحفظ جميعا، تحفظ جميعها، تحفظ هذه الأحاديث. هي صغيرة. كان يعجبه التيمم في تنحره من عائشة وتوجهه وظهوره في شأنه كله. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خير للعقاب من النار. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح بالخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديث سهل، فهمتم؟ أحاديث صغيرة فلا بد من حفظها. هذا هو العلم، هذا هو العلم، تحفظ القرآن والسنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم أولو العرفان. قال هذا نسبة تظن إلى الإمام الشافعي، هذا البيت الشعري الأبيات الشعرية. هذا هو العلم. العلم إذا أردت أن تكون عالم فعليك بحفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما هذا هو يعني أصل العلوم، هذا هو الأصل في يعني طلب العلم، هذا هو الأصل في طلب العلم. وأما غيرها من العلوم هذا هو الغاية أيضا. أما غيرها من العلوم فهي يعني وسيلة إلى هذين يعني العلمين القرآن والسنة. فإذا حفظت القرآن يعني على ذلك تقرأ التفاسير كأنك لا تعرف، وإذا حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تقرأ شروح الأحاديث، فعند ذلك يفتح الله عز وجل عليك. ويعني هذا هو المقصد من العلم. لماذا؟ لأن لا يكون الرجل عالم إلا إذا كان معه دليل قوية حجته. أما إذا لم يكن معه دليل يحفظ مثلا مسائل فقهية وليس عنده الدليل، قال العالم وقال فلان
ما في دليل، هذا حجته ضعيفة، هذا حجته ضعيفة، هذا مقلد ليس بعالم. والمقلد ما قال العلماء ليس بعالم، صحيح أنه ليس بعالم الذي يقلد، قال العالم الفلاني، قال العالم الفلاني، ما الدليل؟ ما يعرف الدليل لأنه ما حفظ السنة، ما حفظ القرآن، ما حفظ الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، معروف الحبر البحر، ابن عباس، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ، كان عمره 14 سنة، ولكن اجتهد في أخذ العلم، أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من الأنصار فقال له نذهب لجمع أحاديث ابن عباس. قال لذلك الرجل نذهب لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال أتظن أن الناس سينظرون إليك، سيأتون إليك يسألونك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودون، موجود أبو بكر وعمر ومعاذ، وقال صلى الله عليه وسلم يقدم العلماء برتوة، يعني بمنزلة من علماء الصحابة وغيرهم. قال أتظن أنه ابن عباس صغير عمره 14 سنة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ 14. كم 14؟ أنبت لاست داون، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس صغير، لكن همته كبيرة في طلب العلم. قال لرجل من الأنصار نذهب نجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ذلك الأنصاري أتظن أن الناس سيسألونك، يعني يأتي إلى ابن عباس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ هل هذا جائز؟ هل هذا حرام؟ سيسألون ابن عباس وما زال الصحابة الكبار موجودون، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ومعاوية وغيرهم من الصحابة الكبار. فابن عباس لم يبالي بالأنصاري، لم يبالي بكلامه، قال لو نأخذ تريد معي إذا ما تريد اذهب، أنا سأذهب. فكان ابن عباس يأتي إلى الصحابي، إلى بيت الصحابي وينام، يأتي إلى بيت الصحابي وينام بجنب الباب، فتأتي الريح رياح تراب، عرفتم تراب فوق ابن عباس، فيخرج ذلك الصحابي ويرى ابن عباس فيقول هلا أخبرتني فأتي إليك يا ابن عم رسول الله، أنا سأتي إليك. قال لا، العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه. فيقول له ابن عباس يعني ماذا سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس أيضا من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكثرين من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة، وأكثر الأحاديث سمعها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول وثقات. فبعد ذلك بعد مضي يعني سنوات، بعد مضي سنوات جاء ذلك الرجل الأنصاري في الحج، في وقت الحج، فرأى الناس مجتمعون كثير الناس، فنظر على من يجتمعون، هذا يجتمع، كان الناس لا يجتمعون إلا على عالم، فجاء فنظر فإذا هو ابن عباس. قال بمعنى كلامه رضي الله عنه وارضاه يعني كان هذا أعقل أو أفضل مني. ابن عباس استمر في طلب العلم فرفعه الله، الناس يجتمعون على ابن عباس وما ينظرون إلى ذلك الأنصاري الذي ترك طلب العلم. وهذا في دليل على الرفعة التي ينالها طالب العلم. الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلما صبر ابن عباس واجتهد في طلب العلم رفعه الله عز وجل، فكان الناس يجتمعون ويسألونه وهو يفسر يعني سورة النور، وهو يفسر
ابن عباس رضي الله عنه اجتمع ناس، جاء ذلك الأنصاري وهو يفسر لهم سورة النور. كان ابن عباس سمي ترجمان القرآن، وله يعني كثير في التفاسير، أقوال كثيرة تفسير ابن عباس. جاء ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه وعن والده العباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب علينا جميعا. إذا يعني الواجب علينا جميعا أن نعتني بالعلم، نجتهد في طلب العلم. والهمم يعني العزيمة قد صارت ضعيفة، العزيمة قد صارت ضعيفة عند أكثر الناس، أكثر المسلمين، إلا القليل. كان العلماء قديما يصبرون على الجوع، كانوا يصبرون على الفقر. كان يعني كثير من العلماء المتقدمين يعني فقراء، بل أكثرهم كانوا لربما بعضهم يعني يأكل الخبز اليابس، يضعه في الماء، خبز يابس له يوم 3 أيام أسبوع، يضعه في الماء ثم يأكله ويصبر على طلب العلم. لكن إلى الآن ذكرهم، قال الإمام البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترحم، كل ما ذكر الإمام البخاري قال رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله. طبعا هؤلاء يعني مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى مات مشردا، أخرج من بلاده، صبر على هذا. ولكن أين الآن الإمام البخاري؟ أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. انظروا، كلما قلنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كم يذكره الناس، يقول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والإمام البخاري جمع صحيحه بسبب كلمة من يعني أحد شيوخه، قال لو أن هناك من يجمع صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد الإمام البخاري فجمع صحيحا، الجامع الصحيح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فصبروا. فكان يعني بعض العلماء يقول يعني وهو جالس عند النهر ويضع الخبز في النهر وهو يابس يلين ثم يأكله، وقال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الراحة والسعادة. فطلب العلم يعني نعم تكون فيه مشقة ويصبر طالب العلم، لكن بعد ذلك إذا استمر طالب العلم في طلب العلم يحس لذة، يشعر بلذة في طلب العلم. دائما هو يريد أن يكون يطلب العلم، إما يقرأ الكتاب وإما يعني يؤلف وإما يدرس. دائما هو يريد هذا، يريد أن يكون في طلب العلم. إذا وجد لذة العلم بعد ذلك يسهل عليه طلب العلم والاجتهاد فيه والحرص عليه. فهؤلاء الأئمة عرفوا لذة العلم، فقال لو علم الملوك معهم أسرة يأكلوا من أفضل أنواع الأطعمة وأفضل أنواع الأشربة وينامون على أفضل الأسرة، وعندهم الخدم والخشب والحرس وعندهم القصور، ومع ذلك يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه. ماذا أنتم؟ أنت تأكل خبز يابس، الملك يأكل اللحم ويأكل الفواكه ويأكل، أنت تأكل خبز يابس. ماذا عندك من نعمة تكون يعني ماذا عندك من لذة؟ اللذة تكون في القلب، اللذة الصحيحة عندما تكون في القلب. قالوا علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من اللذة والسعادة. طلب العلم في تحصيل طلب العلم الذي لا دون عليه بسلوك، يعني الحاربون قالوا نريد هذه السعادة التي أنتم فيها، نريد السعادة التي أنتم فيها. فيعني هذا يعني بيان أن الذي يجب على المسلم أن يهتم بطلب العلم. خرجنا من موضوعنا يعني لأن أولا ذكرنا أن العلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استطردنا في ذكر ما حصل لعبد الله بن عباس رضي الله
ذلك الأنصاري. ثم برز عبد الله بن عباس رضي الله عنه لأنه صبر على العلم وعلى جمع العلم، فكان حبر هذه الأمة وبحر هذه الأمة في العلوم، كان من فقهاء الصحابة. وأيضا هناك مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال غيره، قال: أنتم اليوم صغار قوم وقد تكونون كبار قوم. اليوم أنت صغير تطلب العلم، تدرس، تجتهد في طلب العلم. غدا الناس يحتاجوا إليك، تكون أنت كبيرهم، تكبر أنت، وأيضا الاجتهاد وتكون جاهل أولا ثم تتعلم، تكبر ثم تصير معلما، ويعني تصير عالما فتصير كبير قوم، يسألوك الناس ويرجع إليك الناس. فليس يعني العلم يأتي فجأة، يعني مباشرة في سنة تصير عالم. هؤلاء العلماء القدامى الذين ماتوا رحمهم الله والذين ما زالوا، العلماء الكبار، العلامة الفوزان والعلامة عبد المحسن العباد، ويعني كذلك ابنه الشيخ عبد الرزاق البدر، والشيخ يعني علامة صالح السحيمي والشذري وغيرهم من العلماء واليمن، كالعلامة محمد بن عبد الله الإمام، والعلامة عبد العزيز البرعي، والعلامة عبد الله بن عثمان الذماري، وكذلك شيخنا وجميعهم مشايخنا العلامة عبد الله بن مرعي العدني حفظهم الله جميعا. هؤلاء ما أتوا مباشرة، العلم جاء إليهم فجأة سنة ثم صار عالم، أو هم كبار يعني جاء سنة سنتين صاروا علماء. لا، هؤلاء صبروا، طلبوا العلم، لهم يعني عشرات السنين وهم يطلبوا العلم. شيخ العلامة عبد الله بن مرعي العدني يعني الذي أعرف هو يعني أنا قرابة 40 سنة وهو يطلب العلم، يعني طلب العلم وهو صغير. وأيضا شيخنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى طلب العلم وهو صغير، طلب وأظنه عمره أقل من 20 سنة، ولكن اجتهد وكان ذكي رحمه الله تعالى، كان ذكي وكان مجتهد، فنبغ وصار عالم، صبر على طلب العلم ثم صار عالم، وفتح مركز كبير، يعني مركز الفيوش عامرة استفاد منها أهل اليمن وغير أهل اليمن. ما تنزل في أكثر من بلاد المسلمين إلا وتجد طالب من طلاب الشيخ عبد الرحمن. كذلك يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إمام الدعوة السلفية ومجدد الدعوة السلفية في اليمن. انظروا، صبر على طلب العلم، صبر مع أنه طلب العلم وهو كبير، وقد يعني بلغ أظن في عمره 40 سنة، ما عرف، كان هو يعني نشأ بين الشيعة، وكان حارس في عمارة في مكة، ثم جاء له رجل بكتاب التوحيد فقرأه فأعجب به، فرجع إلى بلده ودرس كتاب التوحيد، فطردوه يعني ضايقوه في بلاده، فرجع إلى السعودية ودخل الجامعة الإسلامية ودرس في الجامعة الإسلامية وأخرج يعني شهادة بكالوريوس وماجستير، حتى قال يعني الذي أخرج له شهادة قال لو كان النظام يسمح بأن يعطى شهادة دكتوراه لأعطيته، لحرصه كان يدرس في مدرستين، شريعة أظن والحديث، فكان هذا حضوري وهذا انتساب، فأخرج يعني فجاء ممتاز في هذين المنهجين رحمه الله. اجتهد، رجع إلى اليمن بعد ذلك، بعد ما حصل شيء رجع إلى اليمن، فتح مركز أولا مسجد، وصبر، ويعني هدد بالقتل، هدد بالضرب، بل يعني كادوا أن يضربوه، وصبر على الفقر، على قلة ذات اليد، كان يعني فقير رحمه الله تعالى. ولكن انظروا الآن
الإمام مقبل بن هادي الوادعي في مشارق الأرض ومغاربها تبنى مساجد باسمه. داخل أمريكا موجود مسجد الإمام الوادعي داخل أمريكا، مسجد الإمام مقبل بن هادي الوادعي، وغيرها من الدول الكافرة فضلا عن المسلمة، عن الدول المسلمة يوجد مسجد مقبل بن هادي الوادعي، مسجد الوادعي، وطلابه في مشارق الأرض ومغاربها أينما تنزل في كل دولة تنزل تجد طلاب للشيخ مقبل. ما الذي رفعه؟ ما سبب هذه الرفعة؟ العلم. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فالعلم هو الرفعة، لمن أراد الرفعة عليه بالعلم، وهو الطريق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم طريق ميسر وسهل لدخول الجنة، فينبغي علينا أن نهتم في طلب العلم وأن نجتهد، فإذا نحن تعلمنا بعد ذلك تكون عندنا النية وتكون عندنا الهمة في تعليم الناس، بشرط أن نتعلم، أن يكون عندنا علم، لا نعلم الناس ونحن لا نعرف ونحن لم نتعلم، بل نجتهد في طلب العلم وندعو الله عز وجل أن يعيننا على تقصيرنا وأن يعيننا على الاجتهاد في طلب العلم. فمن أعظم ما يعين الدعاء، من أعظم ما يعين العبد هو الدعاء، ندعو الله عز وجل أن ييسر له العلم وأن يعينه على الاجتهاد في طلب العلم وأن يفقهه في الدين. فابن عباس رضي الله عنه من أعظم أسباب فقهه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وصار فقيها وصار مفسرا، علم التأويل أي التفسير، صار مفسر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. في هذا الحديث بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بعذاب القبر وبنعيم القبر. فهذا فيه بيان دليل على وجود العذاب في القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ولم يسمى من، ولا فائدة من تسمية، وهذا هو الأفضل، أنه إذا كان الرجل عمل ذنب أنه يستر وينصح، إذا كان حي ينصح، وإذا كان ميت لا يذكر ذنبه، فالأفضل إلى ما قدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله. فإذا رأيت أخاك المسلم وقع في ذنب فانصحه، خذ بيده وانصحه سرا ولا تفضحه، لأنك إذا فضحته لا يقبل النصيحة، هذه فضيحة. جاء عن الإمام الشافعي وغيره معنى أن الرجل قال: إذا جاءني بفضيحة لا أقبل منه هذا، وإذا جاء بنصيحة لا تقبل النصيحة، علّه يلين قلبه، أنت تنصحه
تقول له يا أخي لا يجوز هذا الفعل محرم وهذا، واستره. هذا هو الواجب. من ستر مسلما ستره الله. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني اختلف العلماء ما معنى قولهما يعذبان في كبير. قال بعض العلماء ليس بكبير، يعني عندكم عند الناس شيء صغير نحن نستصغره، النميمة ويعني الاستتار من البول، وعند الله كبير. هذا كبير، شيء كبير، أن النميمة تفسد النميمة في ساعة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الساحر يؤذي الناس صح، لكن النمام يفسد أكثر من الساحر. فما تقاتل المتقاتلون وما تقاطع المتقاطعون وتشاجر المتشاجرون إلا بسبب النميمة. يأتي هذا ينقلب فلان قال عنك كذا، ثم يحصل القتال وتزهق الأرواح. وقال بعض العلماء أي أنه ليس بأكبر الكبائر، هو كبيرة من الكبائر لكن ليس بأكبر، لأن الكبائر تختلف، الكبائر درجات، الذنوب الكبيرة. وقيل أنه ليس كبيرا تركوا عليهما، يعني لا يستطيعون، هذا ليس كبير، هذا شيء يستصغران يعني يستصغران كما تقدم. وأيضا يعني هو يستطيعان أن يتركانه، لكنهم يستمروا في عمل هذه الكبيرة، النميمة ويعني عدم التنزه من البول. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فكان لا يستتر أي لا يستنزه من البول. فإذا بال جاء البول في ثيابه أو في جسمه فلا يغسل ذلك البول، وهذا فيه الواجب يعني إزالة النجاسة. لا يستنزه أي لا يبعده. ليس معنى لا يستتر أنه لا يستر عورته، أن إذا كان معنى لا يستر عورته فما في داعي لذكر البول، بل إن معناه يعني معروف ستر العورة أيضا واجب، لا يجوز كشف العورة. لكن هذا الحديث معناه يعني أنه لا يستتر، لا يستبرئ ولا يستنزه من بوله. فربما يقول وهو قائم، بعضهم يقول وهو قائم ثم يعني لا يعني يستجمر ولا يستنجي، ويعني يغطي يعني ذكره وما زال يخرج منه بول، ربما وقع في يعني ثيابه، هذا يدخل في هذا يعني الحديث لا يستبرئ ولا يستنزه من بوله. قلنا هذا الحديث فيه بيان أنه يعني واجب يعني إزالة النجاسة، وليس إزالة النجاسة ما قال بعض العلماء ليس إزالة النجاسة خاص بالصلاة، بل متى ما وقعت النجاسة في جسمك سارع في إخراجها، في إزالتها، في غسلها. مفهوم؟ ليس فقط إزالة النجاسة عند الصلاة، بل إذا وقعت النجاسة في واجب عليك إزالة هذه النجاسة وغسل هذه النجاسة. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فالنميمة من الكبائر، وقلنا أنه يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة، جريدة يعني النخل، عندكم مثل هذا سويد، ماذا تسمونه؟ سويد هذا حق النخل، يعني زيت سويد مثله النخل، عرفتم النخل، نخيل، التمر، كرمة، شجرة التمر، هذا جريدة الرطبة يشقها
نصفين، هذا الذي ليس الورق الذي شق نصفين ثم خرج كل واحدة في قبر. فقال رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهم من ينجى. النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه علامة من علامات النبوة. أطلع الله عز وجل النبي على أن صاحب يعني هذين القبرين يعذبان، وهذا من علامات النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدتين وضربتين. قالوا لماذا فعل؟ قال يخفف. وفي يعني حديث آخر قال بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع لهما أن يخفف عنهما العذاب، يرق عنهما العذاب، يخفف ما لم يبسا، ما زالتا رطبتين يخفف عنهما العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبوضع هذين الجريدتين، بوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الجريدتين. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا في هذين القبرين. هل فعله في قبور أخرى؟ لا. إذا من يأتي الآن ويقول من السنة أن نضع شجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع على من؟ على كل قبر؟ لا، ما وضع إلا على هذا القبر. لماذا؟ لأن الله أطلعه أن هذين القبرين أن صاحب هذا القبر يعذب وصاحب هذا القبر يعذب، صح؟ إذا نحن فعلنا على القبر، إذا نحن نظن به ظن السوء أن الله يعذبه، نظن ظن السوء أن الله يعذبه. لماذا نظن؟ لأننا لا نعلم هل يعذب ولا يعذب، ظننا به ظن السوء. فإذا من يأتي بجريدة ويقول بسبب فعله، إذا أنت تعلم أن صاحب هذا القبر يعذب؟ لا يمكن، هذا من أمور الغيب. إذا أنت تظن أنه يعذب، صح؟ هذا لا يجوز فعل الأشجار على القبور. يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل لأن الله أطلعه على أن صاحب هذين القبرين يعذبان، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما ووضع جريدتين لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أخرى غير هذه القبور؟ لا، إذا ليس بسنة ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعل النبي، إنما فعله في هذا لأن الله أطلع. إذا الذي يفعل على القبر نقول له إما أنك تعلم أن صاحب هذا القبر يعذب، هذا لا يمكن، صح؟ لا يمكن نعرف ما في القبر، لا يمكن. أو أنك تظن بهذا ظن السوء، فلا يشرع وضع الأشجار على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في قبور أخرى ولم يفعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوه لأن وضعوا شجرة على القبور. طيب، من عنده سؤال؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.